السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. انا ريهام. النهاردة مع بعض هنحضر وصفة جميلة جدا، من الوصفات القريبة جدا لقلبي ومن الوصفات اللي انا بحبها جدا في الاسماك. هنحضر مع بعض صينية السمك بالبطاطس مع الجزر، حاجة كده من ورا القلب، حاجة كده هتاخدنا في عالم تاني وفي حتة تانية. بجد من الوصفات الجميلة جدا واللذيذة جدا. اتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، واتمنى ان شاء الله ان الفيديو ينال اعجابكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا على طول نبدأ. بسم الله. اول حاجة كده معايا ووك على النار وتكون عميقة، هبدأ اضيف فيها شوية من الزيت النباتي وهنتظر لما يسخنوا شوية. هبدأ اضيف فيهم بصلاية كبيرة مقطعة جوانح او جوليان بالشكل ده كده، وهديهم تقليبة كده كويسة مع بعض لعند البصل ما يبدأ يدبل معايا بالشكل ده كده. هبدأ اضيف عليهم فلفلاية خضرة تكون حلوة بالشكل ده مقطعة، وهديهم كمان تقليبة كده سريعة، وهضيف معلقة كبيرة من التوم مقطعة شرائح ناعمة، وهقلبهم مع بعض لعند ما ريحة التوم تبدأ تظهر، وكمان البصل يبدأ ياخد اللون الجلد اللي انتوا شايفينه ده، اللون الذهبي الفاتح ده. هضيف عليهم نص معلقة من هريسة الفلفل، هندي تقليبة كمان كده سريعة، وهبدأ اضيف عليهم كده معلقة صغيرة مليانة من البابريكا. وعايزة اقول لكم لما بنقلب البابريكا كده مع المكونات دي بتنقل الطعم في حتة تانية وريحتها بتبقى تحفة جدا. وبعد ما ريحة البابريكا بدأت تطلع كده وتظهر، هبدأ اضيف عليهم معلقة كبيرة من معجون الطماطم، وهقلبهم كده تقليبة كويسة كده مع بعض لعند ما يتسبكوا تماما بالشكل ده كده. هضيف بقى البهارات عشان كمان عايزة ريحتها تبدأ تطلع. ضفت نص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر، وكمان نص معلقة من القرفة الناعمة، وكمان نص معلقة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة كبيرة من الكزبرة الناعمة بالشكل ده. هبدأ كده اديهم تقليبة هما كمان مع بعض لعند ما ريحة البهارات كده تبدأ تظهر وتطلع كده. عايزة اقول لكم ان الريحة بجد تجنن، تحفة جدا. كمان اكيد انتوا شايفين اللون شكله بيشهي جدا. هبدأ اضيف عليهم كوب ونص من عصير الطماطم. الطماطم انا بشرتها على المبشرة بالشكل ده كده. هديهم تقليبة كويسة جدا مع بعض لعند ما يتسبكوا. هبدأ اضيف عليهم كوبين من المية، واسفة ان لقطة المية ما جاتش، وكمان ملحت. وبعد الصلصة ما غلت بالشكل ده هبدأ اضيف الخضار اللي عندي. ضفت حبايتين من الجزر مقطعين حلقات، وكمان هضيف عليهم حبايتين من البطاطس مقطعين حلقات متوسطة بالشكل ده كده. هديهم تقليبة كويسة جدا كده مع بعض، وكمان ادوق واظبط الملح بتاعي، طبعا الملح حسب الرغبة. وهنتظر لعند ما البطاطس والجزر يدخلوا في مرحلة نص تسوية. هبدأ ارفعهم من على النار بالشكل ده. هنبدأ كده نحضر صينية السمك بتاعتنا. معايا هنا كيلو من السمك مغسول كويس جدا ومنقوع في مية وملح وزنجبيل وخل بالشكل ده. هبدأ كده اجيب الخضار اللي عندي وهرصه في الصينية بالشكل ده كده. نضيف كل كمية الخضار اللي عندنا بالشكل ده، وهبقي الجزء ده كده من الصلصة. نفرد كده الخضار بطريقة تكون متساوية في الصينية بالشكل ده. هبدأ اضيف السمك اللي عندي، وهو ده المطلوب. هبدأ اضيف نص كوب من المية على الجزء المتبقي معايا كان من الصلصة بالشكل ده، واديهم تقليبة كويسة،
وابدأ اضيفهم على السمك. نظبط كده الصينية اللي عندنا بالشكل ده. ودلوقتي هبدأ كده ازين الصينية ونزين السمك، نضيف له كده فلفلاية سبايسي وشرائح من الفلفل الحلو وكمان شرائح من الليمون. ما احنا متفقين ان العين بتاكل قبل البق. وكمان رشة كده من البقدونس لزوم الدلع، وهو ده المطلوب. هنبدأ ندخل القمر ده الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، البطاطس تستوي وكمان السمك ياخد وش كده حلو. وده بقى شكل صينية السمك الخطيرة، حاجة كده من ورا القلب. ولا الريحة يا جماعة مزيكا، تحفة جدا. تعالوا بقى كده خلينا نشوف. انا قدمت صينية السمك مع رز بشعرية. ناخد كده شوية من البطاطس ونضيفهم في طبق التقديم. الله على الجمال، شايفين البطاطس جميلة جدا ومتماسكة، ولا كمان الصوص حكاية يا جماعة، حكاية بجد. الوصفة دي من الوصفات اللي انا بعشقها، واتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. تعالوا بقى كده خلينا نشوف كمان السمك متماسك، اكيد انتوا شفتم، وكمان جوسي جدا. تعالوا بقى كده خلينا ندوق. اوبا على الجمال، مزيكا، حكاية. وبكده اكون قدمت لكم صينية السمك مع البطاطس. يا رب اكون قدمتها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وتنال اعجابكم، ويا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم. ويلا استودعكم الله، باي، مع السلامة.